السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على القناه ديالي فوزي مريم. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا كيك المول العجيب. هاد المول اللي تقريبا معروف عندنا هنا في المغرب، كتكون فيه هاد الحفره هادي. ها هنا كتكون الحفره على برا، ومن الداخل هكا كي تتكون باش تجي هاد الحفره في الكيك من بعد ملي كيطيب. هاد الكيك اللي غنصاوبوه كريم باتيسيير والليمون ان شاء الله. لهذا الكيك غادي نحتاج بالنسبه للمقادير 3 ديال البيضات، لان المول صغير ماشي المول كبير. 3 ديال البيضات متوسطين. غادي نحتاج كاس ما عامرش ديال سنيده، سكر الخاشن. غادي نحتاج 4 كاس تاع الزيت، دائما انا ما كنكثرش الزيت في الكيك. وكاس ديال عصير البرتقال، معلقه صغيره ديال الخل، ورشه ملح. وفي الاخر غادي ندير قشره ديال الحامضه وجوج خمارات. والطحين غادي نعبر بالكاس تاع العنبه باش نشوف بالضبط القياس ديال الطحين بكاس العنبه. فعلى بركه الله غادي نبدا. ناخذ اناء، غادي نهرس البيض. غادي نخدم معي بالطراب اليدوي، كان لكم تخدموا بالطراب الكهربائي بحال غادي نخلط هذا البيض، وغادي نزيد قرصه ديال الملح، وغادي نزيد سنيده، غنخلط مزيان. غادي نزيد الزيت، غادي نبقى نطرب حتى تيولي عندي الخليط اللون ديالو بيض. دابا غادي نزيد الخل، معلقه صغيره ديال الخل، نخلط. دابا غادي نزيد كاس ديال عصير ديال الليمون برتقال. دابا غادي نبدا نعبر في الطحين. انا عندي الكاس الاول هو ديال العنبه عامر، غادي نضيفو ونحرك حتى تيدخل داك الدقيق مزيان. عاد نزيد، غادي نزيد الكاس الثاني، ونخلط ونشوف ثاني على حساب الخليط. دابا غادي نزيد الخماره الاولى، وعندي 4 كاس ديال الدقيق اللي غنزيد. فما خصهاش تكون جاريه وما خاصهاش تكون تاني ثقيله بزاف، تكون غير شويه. غادي نخلط، نزيد الخماره الثانيه، عاد غادي نحك هذيك الحامضه، ندير القشره ديال الحامضه هي اخر حاجه. انا دابا طالعه ديك الريحه ديال الليمون، ف كنعرفوا ان الليمون كيتماشى بزاف مع الحامض. ثم نزيد الخماره الثانيه. فبالنسبه لي انا كنفضل الخميره ديال ايديال، لان هي اللي كتعجبني، يعني فاش كنديرها لا في الحلويات ولا هكا في الكيك، فكتجيب الكيك طالع. فانا كنفضلها فيها 8 غرام. فانا هاد الكيكه استعملت فيها 3 الكيسان ديال الطحين باش نحصل على هاد التكستور هادي، هاد القوام هذا، تكون ثقيله شويه ما تكونش خفيفه. دابا غادي ندير قشره ديال الحامضه، نحاول ما نوصلش لهاديك الطبقه اللي تكون بيضاء، يعني غير الفوق.
صافي ونخلط مزيان هذيك القشره ديال الحامض. صافي ونكبوه في المول هنا في هاد البلاصه اللي في الوسط، ما نكبش في الجناب، كبعيه هنا في الوسط، والخليط راسو غادي يحط الجناب. الفران رانا شعلته درجه الحراره 180. الطياب العادي ديال الكيك نخليها واحد نص ساعه عاد نشوف. فهي الكيكه قد ما طابت بزاف في الفران كتجي قاسحه، يعني غير الوقت القياس ديالها ديال الطياب صافي ونحيدوها. فالكيكه من بعد ما دازت 30 دقيقه في الفران كيف ما كتشوفوا صافي راها طابت. غنشعلها شويه من الفوق باش تحمر كامله. والكيكه من بعد ما طابت ها هي، يعني خدات 35 دقيقه في الطياب ديالها. دابا غنتسنى عليها عيد دفا شويه وعاد نحيدها من المول. دابا ندوزو باش نوجدو لا كريم اللي غادي نستعملو في الوسط ديال هاد الكيكه. عندي نص لتر ديال عصير ديال الليمون برتقال، عندي 4 المعالق ديال سنيده، وغادي ندير 2 معالق ديال لا كريم باتيسيير، كريمه الحلويات، وغادي نستعمل ساشي ديال الفلون فاني. غادي نبدا نخلط بسم الله العصير تاع الليمون، وغادي نزيد سكر ساكده، وغادي نضيف ساشي ديال الفلون، نضيف 2 معالق ديال لا كريم باتيسيير. غنخلط مزيان هاد العناصر حتى يذوب هذاك السكر، عاد نحطهم فوق النار. دابا الكيكه بردات، غادي نقلبها. هادشي علاش دائما كنصح دهنوا المول بالزبده ماشي بالزيت، الزبده وترشوه بالدقيق، فما ما كيلصقش اصلا الكيك، ما كيلصقش، بالتالي ما كيخسرش. كيف ما كتشوفوا هي جات طالعه، وهذيك الحفره اللي كتكون في الوسط وخفيفه. فالكريمه صافي دابا ها هي تقالت، غادي نحيدها من فوق النار ونخليها تبرد شويه. بالنسبه لهاد الجناب اللي هنا انا غادي ندهنهم بكوفيتير ديال الليمون مربى برتقال، صاوبتو نيت في البيت. غادي ندهن كتبقى دائما طريقه تزيين اولا تزيين على حساب كل سيده شنو اللي عندها. والكريمه ديال البرتقال ديال الليمون من بعد ما حيدتها من فوق النار تسنيت عليها دفات غير شويه، وغادي نزيد عليها واحد الحك ديال دانون ياغورت. انا ما موفرش عندي الفاني، فكاين عندي هذا ديال النكهه ديال الموز ديال البنان غادي نضيفه. ونخلط مزيان. الا كانت حتى لا كريم فريش تجي مزيانه، اولا ياغورت كريمي.
الجناب ديال الكيك انا زوقتهم بالكركاع. وهذا الشيء علاش نصيحه يعني خصوصا في هذا الكيك ديال هذا المول العجيب، من الاحسن نزوقوا الجناب عاد نديروا لا كريم. ما يمكنش ندير لا كريم وخصوصا الا كنت غادي نزوق بالفيرميسيل شوكولا او لا كاوكاو مهرمش او لا لوز مهرمش، فهذيك لا كريم غادي تفسد الى طاح فوقها هذاك الشوكولات او لا اللوز او لا كاوكاو. بسم الله. نفرغها ندخلها للثلاجه ونخليها حتى تبرد عاد نقدمها. لا كريم بعد ما بردات خليتها غير شويه بردات، ما تسنيتش عليها بزاف. دابا غادي نشوفها كيف ما قلت انا ما تسنيتش عليها بزاف. صافي كنقدموها بالصحه والراحه.